القصة اليوم خطيرة وتقشعر لها الأبدان من كل النواحي. بلشت ببنت شالت حجابها لتطلع أحلى وتبرز مفاتنا على راحتها من غير أي قيود. كل هاد لحتى توصل لهدف واحد، وهو أنه تخلي خالد الشاب الحليوة الغني اللي ما مخلي بنت من شره يطبس فيها ويتزوجها. انتهت بجريمة وقصاص وحبس، والأهم هو الشعور بالذنب اللي خلاها تبعت لي قصتها اليوم. القصة هاي وانت عم تسمع رح تحس انك عم تسمع قصة جارتك او بنت خالتك، لانه المشاعر اللي فيها حقيقية وصادمة، وطالعة من بنت عم تشعر بالندم على كل لحظة وصلتها للي رح تسمعوه بحلقة اليوم. أنا بنت عمري 38 سنة من عائلة محافظة جداً، محجبة ومستورة. لما كنت بعمر 24 تخرجت من فرع بالجامعة ورحت لدور على وظيفة بشي دائرة حكومية أو شركة مبيعات. طول عمري ما بحب الحجاب وما كنت مقتنعة فيه أبداً، بس مجبورة بسبب البيئة اللي أنا فيها، وللعلم أنا البنت الوحيدة لأهلي. لقيت وظيفة وراتبي فيها كان يعتبر منيح. بلشت دوام وشوي شوي تعرفت على بنات بيشتغلوا معي بالوظيفة وزميلات وزملاء، ومن هاللحظة بلش الشيطان يلعب لعبته. من أغلظ المشاعر اللي كانت تسيطر علي بوقتها هي مشاعر الغيرة. كنت غار من هدول البنات يلي كانوا كل يوم يجوا بلبسوا مكياج وشعر وستايلات، والغيرة تاكلني أكل. كنت شوف معاملة المدراء والموظفين والزملاء إلهم معاملة خاصة غير عني. أنا يمكن لأني أعتبر بنت محجبة وملتزمة، بس ما كنت بس محجبة، كنت كمان ألبس أسود بأسود حرفياً. بس بنفس الوقت أنا شخصيتي كتير قوية وعندي حضوري، يعني كنت ما حسسهم بالنقص اللي جواتي وبالنار الشعلانة فيني. بيوم من الأيام اتقربت من كذا زميلة وزميل. كان في شخص اسمه فارس، زميل إلي، كان الوحيد يلي عاطيني انتباه ويحاول يتقرب مني. ومرة إجا وقال لي: أنا حابب أتزوجك، أنا بدي رقم أهلك، وأنا إنسان جدي، كتير شفت فيكي شي ما شفته بباقي البنات، والمستنقع اللي هون أنتي بنت محترمة، وأنا الآن عندي إجازة بس أرجع رح أحكي لأهلي عنك وأجي عند أهلك. وأنا فعلا كتير انبسطت، بس ما كنت حس شي تجاهه، بس بنفس الوقت عطيته أمل فيني وقلت يلا خليه مشان يساعدني أكتر بالشغل ويطالعني من عدة مواقف كنت أتعرض لها بالشغل، بحكم إني جديدة وما عندي خبرة، وتركته حرفياً احتياط. في شاب تاني زميل اسمه خالد، مكتبه بالطابق الثاني. هذا الشاب من أجمل الشباب وأحلى الشباب يلي بالشركة، حرفياً كل البنات كانت عيونها عليه، وهو ما كان مخلي بنت من شره ولا تعتب عليه. إلا أنا كان تاركني بحالي بحكم إني محجبة وما عطيته أي وجه اهتمام، بس كنت معجبة فيه جداً. هو من عائلة غنية كتير، وأبوه بيكون صديق المدير بالشغل، وهو حاطط خالد بالشغل بس مشان يضيع وقته مو أكتر، ما مشان المصاري أبداً، هو لأنه من عائلة كتير غنية. مرة من المرات طلعنا عن بيت وحدة من زميلاتنا وعملنا قعدة وسهرة وانبسطنا. كانت جمعة بنات وأنا كنت لابسة فستان وعاملة مكياج، يعني كنت إنسانة تانية بهداك اليوم. طبعاً الكل انبهر بجمالي وصاروا يقنعوني إني شيل هالحجاب وإني أحلى بدون حجاب، وأنا ما كذبت خبر. رحت وحكيت لأبوي إنه إذا ما بيوافق إني شيل الحجاب رح أطلع من البيت وجيب لهم العار. أبي كبير بالعمر ومريض ويا دوب يقدر يروح على شغله وبرجع بينام، وأمي نفس الشي، هن كبار بالعمر وجابوني بعمر كبير. أهلي قالوا حسبي الله ونعم الوكيل، الله يهديكي، وأنا ما همني أبداً. تاني يوم رحت على الدوام بدون حجاب، كاشخة ولابسة ومتمكيجة وعلى أجمل ما يكون. شافوني وانصدموا الكل وانعجبوا، واو ما أحلاكي، يا سلام شو هالعسل. أنا كتير انبسطت وانغريت بحالي، وكان بدي حبيب قلبي خالد ينتبه لي. أنا كنت بنت كتير مادية وأطمح بالكتير، بدي أتزوج، بس ما لقيت الشخص المناسب. كل ما أتعرف على شاب بس بده يتسلى ويهرب.
صار عندي عقدة، بس هالشي ما منعني من إعجابي بخالد الغني الوسيم يلي ما مخلي بنت من شره. مرت الأيام والكل تعود على شكلي الجديد. تقربت من زميلة إلي اسمها ميساء، وهي البنت كانت بنفس مكتبي. نطلع نشرب قهوة بعد الدوام، نروح السوق، نعمل كل شي مع بعض. وصرت أحكي لها قديش أنا معجبة بخالد. ميساء بنت متزوجة وبسيطة. مهم اجاني فارس الشاب يلي كان ناوي يتزوجني وراح على إجازة، وبعد ما رجع انصدم فيني وقال لي انت يا بنت شو اللي عملتيه بحالك؟ انت ما بتخافي الله؟ أنا مصدوم فيكي. قلت له بالله بيش ما صرت أحلى؟ قال لي لا، صرتي مقرفة بنظري، أنا قرفان منك. وشوي وكان رح يبكي. قلت له شو بك، احترم قراري، الحجاب مو بالإجبار. قال لي أنا كنت بتزوجك. قلت له إيه ما صار شي، بعدني موجودة. قال لي أعوذ بالله، أقرب من بنت سافلة وحقيرة مثلك؟ يلا انقلعي لبرا. بعد يومين اكتشفت إنه غير كل القسم وصار بقسم تاني، وقلت يلا الله لا يرده وما همني. بعد بفترة وقعت بمشكلة كبيرة كتير بالشغل. رحت لعند فارس على القسم وطلبت المساعدة منه، هو رفض وقلعني وقال لي انتي ما بتستاهلي شي مني، يلا من هون ما تورجيني وشك أبدا، والله عاقبك لأنك هيك عملتي. حرفيا كرهت كل شي اسمه رجال. المشكلة اللي صارت معي أدت لفصلي. كنت كتير مقهورة بهداك اليوم، ورجعت على البيت مكسور خاطري. كنت عم قول بيني وبين حالي شو أعمل هلأ؟ مصروفي زاد، متعودة مرتين بالأسبوع روح على الصالون وأعمل شعري وأعمل جلسات تنظيف بشرة وأظافر وتياب وطلعات، شو بعمل هلأ بحالي؟ بعد يومين فكرت كتير وإجا ببالي الشاب الوسيم خالد الغني حبيب قلبي يلي حاطة عيوني عليه، ويلي ما صار بيننا حكي غير مرة وحدة. وكان هذا الحكي عن معاملة معينة، بس رقمه موجود عندي بحكم الشغل. قررت أتصل عليه وأطلب منه يساعدني ويتواصل لي بلكي أرجع على الشغل. ما كذبت خبر، اتصلت عليه وقلت له يساعدني. أول شي ما عرفني من كتر مو حاكي مع نسوان. قلت له أنا فلاني. قال هلا والله ليكي أنا بتمنى أقدر أساعدك، بس أنا أي شي بعمله بالشركة المدير رح يوصله لأبي، لهيك بعتذر منك ما فيني ساعدك. قلت له تمام. اجيت بدي سكر، قال لي بس لحظة عندي شغل إلك. قلت له بجد شو الشغل؟ قال لي خليني أشوفك. وهون أنا طرت من الفرحة ورحت اتزبطت على أجمل حلة ورحت شفته. برغم إنه كان نسونجي كتير، بس بالقعدة كان محترم. عزمني على الأكل وشربنا قهوة، وما أحكي لكم قديش انبسطت، وكان طاير عقلي. هو كان مفتول بجمالي. قال لي بصراحة أنا طلبت تيجي مو مشان الشغل، أنا ما عندي شغل إلك، بس عندي عرض تاني. أنا هون بلعت ريقي وخفت وقلت الله يستر، ولا بلاقيه بيقول لي أنت قديش كان راتبك؟ 3000 دولار؟ قال لي هلأ ببعتلك 7000 دولار ولا يهمك وكوني مرتاحة. قلت له كيف وليش؟ قال بصراحة أنا معجب فيكي وجمالك سحرني وما بدي أتخلى عنك. ولما قلت له بس أنت نسونجي ومالك تارك بنت بالشركة بحالها، قال لي لا أنا بس بتسلى، بس أنا شخص ما بيحب هالشغلات وجدي. طبعا أنا هون طرت من الفرحة، ما كنت عارفانة كيف بدي خبي فرحتي قدامه. صرت أصرف على أبو جنب وأطلع وفوت ودلل حالي، وعلاقتي مع خالد استمرت 4 شهور، وكل شهر يبعت لي مصاري فوق الريح. بعد 4 شهور حسيت أنه بلش شوي يبعد عني ويتجاهلني بعد المكالمات والكلام الحلو والوعود والعهود، رغم أنه كل شهر حرفياً بشوف حسابي فيه مصاري من خالد. بس لما شفت هالتغيير قررت أحكي قصتي لميساء. ميساء يلي تعرفت عليها وكانت زميلة سابقة لي بالشغل. تمام، قلت لها هيك قصتي مع خالد. قالت لي أنا بعرف وحدة بتكتب أعمال بتخلي الشخص ما يبعد عنك ولا يتركك. قلت لها كيف قصدك ساحرة؟ قالت لي لك لا اسكتي، مو سحر، هو حجاب بس مشان ما يبعد عنك ويحبك. طبعا أنا كنت بحالة يرثى لها وعم أغرق شوي، وعلى مبدأ أنه الغريق بيتعلق بقشة اقتنعت فورا وقلت لها بوس إيدك خديني بكرة لعندها. قالت لي ماشي بس جيبي معك 1500 دولار. قلت لها ولا يهمك، المهم حبيب قلبي خالد أنا بدي خالد يتزوجني، حبيته من كل قلبي وما بدي يبعد عني، تعودت على المصاري والدلال والدلع المهم مشينا الصبح أنا وميساء لعند المرة يلي مفكرتها شيخة، وحدة من مناطق بعيدة كتير كانت عن المدينة يلي نحن عايشين فيها. رحنا وطلبت منها أنه هذا الشخص اللي اسمه خالد يتزوجني وما يبعد عني. قالت لي آمري. عطتني محلول وقالت لي لازم تشربيه، تحط
أعطيله يا بالعصير بالأكل بأي شيء، وأعطتني كمية لأكثر من مرة. أخذتهم وبدون تردد وطلعت من عندها، وبعد يومين شفت خالد قعدنا نشرب عصير بالكافيه، خليته يروح يجيب لي شيء وحطيت المحلول بسرعة من غير ما يشوف. إجا شرب منه ورجع على البيت. بعد بيومين رجعت شفته كمان كررت نفس العملية. بعد بأسبوع اتصل علي وقال لي بترجاكي مشان الله، بدي شوفك مشان الله، ويترجاني. رحت وأنا طايرة بالفرح. شفته قال لي حبيبتي أنا ما عاد أقدر أبعد عنك أكتر، أنا بدي أتزوجك، أنا رح أحكي اليوم لأهلي عنك ونجي بعد يومين رح نطلبك. أنا طرت من الفرحة، بس لاحظت إنه تحت عيونه أسود كتير وتعبان وشه وشاحب وما كان منيح. قلت له خالد شبك؟ قال ما فيني شي يا قلبي، أنا تعبان شوي ونومي صاير قليل، بس أنا بحبك وعم فكر فيكي كل يوم يا حبيبتي. أنا طهر عقلي وما همني حالته، قلت يلا مرضان بيطيب، ما همني غير إنه قدرت أوقعه وخليه يتقدم لخطوة الزواج. بعد بيومين تقابلنا وكان وضعه أسوأ، وقال لي أنا حكيت لأهلي عنك ورفضوا رفض تام يزوجوني الآن قبل أخي الكبير، لأنه أخو الكبير خاطب وعرسه بعد سنة تقريباً، وكان كتير زعلان ووضعه سيء، وكان هالفترة عم يحكي معي مثل المهموس ويقول لي بدي شوفك مشان الله كل الوقت. آخر مرة شافني فيها عطاني مصاري فوق $35,000 وقال لي خليهم معك، هدول إلنا، أنا أخذتهم من حساب أبي مشان نتزوج ونهرب. قلت له تمام يا حبيب قلبي. أخذت المصاري وبعد بأسبوع خالد اختفى. اتصلت على رفيقه قال لي إنه أهله أخذوه على المشفى، خالد كتير تعبان. استنيت لبين ما يرجع يحكي معي، بس أخباره انقطعت. أسبوع وبعدها رحت على بيت أهله وعرفت إنه توفى. انهارت أعصابي وبكيت كتير وحسيت إني السبب. بعدين كم شهر أخته صارت صديقتي وأهله تقربت منهم وكانوا عم يطلبوا مني السماح إنه ما خلونا نتزوج من قبل. كان ضميري عم بيأنبني، كنت كل فترة مر لعندهم. بعدين عرفت إنه كان كتير عم يتعذب ويبكي ويصرخ بالليل ويكسر غرفته ويستفرغ دم. أنا بعد ما عرفت صار كل يوم شوفه بالمنام بوش غريب وبيخوف، عم يبكي ويقول لي أنا مو مسامحك، ويضحك ويبكي بنفس الوقت، وحس حدا عم يخنقني وأنا نايمة. صارت علامات تطلع لي بكل جسمي وأصرخ كل ليلة من الوجع، وضليت عاني شهرين. الله عاقبني بأبي، جته سكتة قلبية وبين الحياة والموت، وأمي رح تنجن عليه يوميا بالمشافي. بعد أسبوع توفى أبي، وهون صرت أتألم وأبكي وما أشوف بعيوني. بعد بشهر أمي تعذبت كتير على غيابه، وهي مريضة سكر وما قدرت تتحمل وماتت بعده فوراً. بعد فترة أنا قررت روح عند شيخ وحكيت له كل شي صار معي وكل شي عملته بخالد، وقال لي بتروحي وبترجعي المصاري لأهله وبتعترفي بكل شي. رحت وكان بس بدي ارتاح، بدي نام، بس بدي اطمن، بس مشان الله يسامحني وأهله يسامحوني. لما اعترفت لأهله ضربوني ضرب واتصلوا بالشرطة وخبروا عني، والشرطة اعتقلتني وانحبست 4 سنين. كل ليلة قضيتها بالسجن شوف خالد وأمي وأبي من بعيد وجوههم بتخوف وعم يضحكوا ويبكوا ويقربوا مني بدهم يخنقوني. تعذبت كتير وكبرت 100 سنة. تقربت من ربي وتحجبت وأنا بالسجن. بعد ما طلعت من السجن رحت ورجعت سكنت ببيت أهلي ولحالي. حاولت أرجع أتوظف وأرجع وقف على رجلي، بس ما كانت الأحلام والمنامات تتركني بحالي ولا حتى هنن. كل يوم كانوا بالغرفة معي 3 أشخاص. بتقول صاحبة القصة أنا مو مسامحة حالي ولا رح سامح حالي، وما بدي حدا يقرب على طريق السحر لأنه ممكن يؤدي للموت. أنا ندمانة ندم ماله آخر. من سنين أذيت أهلي وأذيت خالد وماتوا بسببي، وعم حس بتقل اللي عملته. مر الوقت وما كان في فرصة صلح لأنه راحوا عن هالدنيا وماتوا، وهالشي رح يلاحقني طول عمري. وجع ما بينسى وندم ما بيخف، ولا دموع ولا سنوات بترجع يلي راح. بستغفر الله وبطلب منه ومن خالد ومن أهلي السماح لأني كنت جاهلة وغافلة وأنانية. فضلت المصاري وقصرت بحق أهلي، قصرت بحق ديني، وما حبيت غير نفسي، وما عرفت قيمة الناس اللي بحياتي إلا بعد ما خسرتهم للأبد.
اليوم أنا وحيدة وحزينة، وهي الوحدة مو صدفة، هي نتيجة أفعالي ورح أتحملها لأنه في أخطاء تمنها عمر كامل. عم بكتب قصتي مو مشان شفقة ولا مشان تبرير، بكتبها تحذير. يا بنات لا تعملوا يلي عملته، لا تمشوا ورا السحر، لا تبيعوا الناس مشان المصاري، لا تستهينوا بقلب أهلكم، لأنه في جروح ما بتطيب وفي ناس إذا راحوا ما بيرجعوا. المصاري بتروح والفرص بتروح، بس الندم بيضل لآخر العمر. الله يسامحني بس الحقيقة لازم تنقال. الجهل وحب المصاري وقسوة القلب بيخلوا الإنسان يخسر كل شي حتى حاله. ما بدي شي من هالدنيا غير إنه نام بدون كوابيس، نام وقلبي مرتاح. لو مرة وحدة نام. كل ليلة بنام وبشوفهم معي بالغرفة، هن الثلاثة وجوههم كلها دم وعم يضحكوا ويبكوا، وخالد بيجي بيقرب مني بده يخنقني. وجودهم ووجوههم كأنهم ما راحوا. بتمنى بس نام وما أشوف شي، ما أحس بشي، ونام بهدوء مثل كل هالناس. الحقيقة ما بعرف شو علق على هاي القصة، وأنا عم بحكي لكم إياها اتأثرت. لما قريتها أول مرة دمعوا عيوني، وهي أول مرة بقرأ رسالة من مشتركة للمرة الأولى دموا عيوني. لهيك أنا من قلبي بتمنى لأنه هي تسامح حالها، لأنه هي اعترفت والقانون حاسبها، ورب العالمين إن شاء الله بيسامحها. هي بالنهاية ما تقصدت، هي ما بتعرف إنه هذا الشيء اللي عطتها إياه الساحرة يبدو كان فيه سم جننه للشاب وخلاه إنه هو يموت بالأخير. هي ما كانت نيتها القتل، كان قتل غير عمد. البنت كتير ندمانة، متمنى إنه هي تسامح حالها. وانتو كمان اكتبوا لها كلمة حلوة. وأي بنت عم تجيها هيك أفكار وبتفكر بس بالمصاري وبتفكر بس بجمالها، ياريت إنها تتعظ من هاي القصة. وبالنهاية بقول لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا تيمار. إذا القصة عجبتكم اكتبوا لي بالكومنت واشتركوا بالقناة، لأنه في قصص كتير جاي لقدام.